عسلامة عسلامة، مرحبا بكم يا رب. إن شاء الله تكونوا الناس كل بخير وسلامة. اليوم عنا وصفة جديدة، وصفة سهلة وبسيطة. باش نعملوا حلويات، نوعية من الحلويات سهلة. هي حلويات هذه تتعمل بالتمر. تمر خذيناه ونظفناه ونحيناله القلوب نتاعو كما هكا، وبعد تالي باش نرحيوه. عنا لهنا كيلو تمر حضرناه وناقص كان باش نرحيوه. عندي هنا 150 غرام من السميد متوسط، جلجلان، زوز الهند باش نستعملوه على زوز انواع. عندي هنا سكر، السكر حسب الطلب، يعني كل حسب الرغبة، كل واحد وشنو يحب، خاطر هو تمر حلو ديجا. عندي هنا شوية مكسرات باش نحطوها في الوسط متاع الحلويات هذيا، بفريوة ولوز يعني 3 ولا 4 انواع تقريبا من وزوزة، باش نحطوه معناها في الحلويات من داخل. عندي 4 كوب من الزبدة، ما كثرولهاش، ما كانش تجي قوية برشا. عندي لهنايا فستق باش نحطوه في الحلويات نزينو بيه. شوية لوز مهروش باش نحطوه في البات، نخلطو بيه البات. وعندي لهنايا ماء الورد باش نحطو منه، هذا ملون تاع حلويات. نبداو بسم الله، نرحيو التمر. السميد هذا يلزمو يتقلي مليح، يتقلي يتعرج مليح مليح، يطيب بالقليان يتقلي. وبعد تالي نخلطوه ونطيبوه بالزبده ونحطو عليه شويه ماء ورد، ويلزمو ياخو غلو، على خاطر اذا كان تحطو هكا يقعد يابس، يقعد شايح. نرحي التمر ونقلي السميد ونرجع لكم ان شاء الله باش نتفاداو الحس وما نطولوش في الفيديو ان شاء الله. هذا السميد نتاعنا قليناه كيما هكا، ولا القوام المطلوب نتاع القليان نتاعو كيما هكا هكا مقلي بالبيضة. حطوله شوية زيت زيتونة كيما هكا باش يزيد يتقلي مليح، هو اللي طايب يترمل مليح بالزيت بالكدا. احنا ديجا حطينا الزبدة في التمر كرهيناه، او يزيد يتقلي فوق شوية زيت زيتونة باش يطيب مليح ما يقعدش ناشف. هكا يتقلي في زيت زيتونة. بعد احنا نقولو في تونس نقولو يتعرج مليح مليح، يطيب على النار يتقلي حتى لين يتبدل لونه. بسم الله. تو شويه ماء ورد، عندي في الكيس معلقه نتاع تمر، نزيد هكا. تو نلحقو عليه التمر الملحي كيما هكا، ياخو زاده قليه مع خاطر التمر حيناه بالزبده احنا، وشويه ماء ورد باش ياخد حتى شي ناي ويصبر مده اطول. يلزم يطيب مع بعضه مليح كيما هكا. وبعد تالي نلحقو عليه المكسرات الكل في التخليط. نكمل نخلط ونقليه مليح ونرجع لكم ان شاء الله.
مرحبا بكم مرة أخرى. هذه البات متاعنا وهي حاضرة تو. طيب تو مزيد كان باش نحط لها شوية جلجلين كيما هكا، نص الكمية جلجلين، شوية لوز هروش كيما هكا الكمية، خلطها مليح. نحطو هذا على جنب. ناخدو احنا الزوز، عندنا الزوز صحافي محطوط فيه زوز الهند، ناخدو شوية تو ناخدو كولور هذايا، اللون هذايا ناخدو منه كيما هكا. ديجا توا خلطناه الكل هكا، نجم يتقدم معناه في السهرية. احنا العائلات في تونس يزوروا بعضهم في رمضان، يسهروا بعضهم، ينجم في عوض اللي يقدم تمر كيكة يقدموا كيما هكا، جميع الألوان تحب عليهم انتي. نبداو تو بسم الله. ناخدو الباط كيما هكا، ديجا الباطة هيكا حاضرة، وناخدو معها هذيا، ناخدو باط هكا، ناخدو كعبة بفريوة هكا نحطوها ونلمو عليها هكا. تو نبداو في خدمة الباط نتاعنا كيما هكا. ناخدو كمية قليلة مش كبيرة كيما هكا، بسم الله. نعملوها كيما هكا، ناخدو كايبة بفريوة نحطوها هكا، نلمو عليها الباط، بعد تالي ناخدو هذايا الكولور زوز الهند بالالوان او جوز الهند كل واحد شنو يسميه. ناخدو كايبة كيما هكا نحطو لها كايبة فستق نحطوها نزيدو ناخدو نفس الكمية كيما هكا، ناخدو كيما شوية زوزة هكا نحطوها نلمو عليها، نعملوها في اللون الثاني اللي هو زوز الهند باللون الأحمر هكا. ناخدو كالعادة كايبة فستق نحطوها من فوق هكا، نزيدو ناخدو كايبة أخرى انتم والحجم اللي تحبوا عليها، الحجم انتم والحجم المطلوب اللي تحبوا عليه. ناخدو كايبة لوز كيما هكا ونحطوها زيادة نفس الشيء، نلمو عليها ونعملوها بالجلجلين هكا، لموها بالجلجلين. ثم اللي يحب الجلجلين، ثم اللي يحب الالوان، كل واحد شنو يحب. ناخد كايبة بفريوة ونحطها فيها كيما هكا، نحطها هكا
هذه بالجلجلين، وهذه زوز الهند بالروز، وهذه في الازرق ولا الاخضر، كل واحد شنو يحب اللون. نكمل الكميه ونرجع لكم ان شاء الله باش ما نطولوش الفيديو. مرحبا بكم مرة أخرى. هذه وصفة اليوم، إن شاء الله تكون يا ربي عجبتكم ونالت إعجابكم. هذوما كعيبات مجويات بالتمر والسميد يتعملوا كيما هكا، واللوز والجلجلين فيهم من داخل تبدا كعبة متاع بفريوة، ولا كعبة لوز، ولا كعبة نيب جمال كيما هكا، احنا نقولوا كيما هكا. ان شاء الله يا ربي نالت اعجابكم وصفة اليوم. هايكا تنجموا يعني تقدموها في عشوية ولا في سهرة، ولا عاطية منظر وروعة وسهلة وما هيش مكلفة. فيها كعيبة كيما هكا تاع فستق هكا، هايكا. نجم نوريكم زاده كعيبة هكا صاملة، هكا صاملة فيها كعيبة البفريوة ولا اللوز ولا هكا. ما شاء الله بنينة برشا وفيها ريحة الورد ما شاء الله. ان شاء الله وصفة اليوم عجبتكم، وان شاء الله تعملوا ما خير وحسن لصغيراتكم، وان شاء الله نالت اعجابكم. ان شاء الله تعملوا ما خير وحسن لصغيراتكم، وان شاء الله نالت اعجابكم. وما تنساوش باش تحطوا جيم والاشتراك في القناة اللي مشتركش، وبارك الله كل من يشارك ويدعم القناة، بارك الله فيه ويرحم والديه. هذه وصفة اليوم، عدة الوان تنجم معناها تتقدم في عشوية والا في سهرة، والا تو في رمضان زاده كديسير، زاده في الليل ولا بعد شق الفطر، زاده يتقدم بلاتو كيما هكا سهلة بالتمر وما هيش مكلفة. وان شاء الله يا ربي تعملوا ما خير واحسن، وان شاء الله نلقاكم بخير وسلامة في امان الله، وان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله باليسر والبركة يا ربي. وان شاء الله كل من يصوم على حقيقة ان شاء الله ربي يكتب له الحسنات والاجر يا ربي ان شاء الله. وان شاء الله رمضانكم مبروك عليكم ان شاء الله، كل عام وانتم حيين بخير كيما هكا، وتصوموه انتم مع عائلاتكم ان شاء الله على خير وبسلامة وعلى خير في امان الله ان شاء الله.